الاخر كده انا قلقان على الست اللي قاعده عندك ديت. ما تقلقش، دي هايدي دي جميله قوي. عارف الناس اللي احنا بنتفرج عليهم في التلفزيون؟ تخيل بقى لما حد منهم يجي لك ويقعد عندك في بيتك وياكل من اكلك وينام على سريرك. دي طلعت طيبه وغلبانه قوي. انت جامد قوي يا سوكا يا فنان. ربنا يخليك يا ابن عمي. ربنا انا عشان تعرفي ان انا معروف. ماشي يا عم المعروف. المهم انا بقول ان هي طيبه ماشي، من الاخر كده هتعطلني من الموضوع اللي انا عايزك فيه. وانت عايزني في ايه بقى ان شاء الله؟ تكونش عملت غنوه جديده؟ لا امال ايه؟ من الاخر كده عندي مشكله في اللبس. لبس؟ ليه؟ ما انت جبت كام طقم اهو ربنا فرجها معاك. المشكله بقى في الكام طقم دول مش عارف انسقهم مع بعضيهم عشان اروح لاخوكي واطلب ايديكي. انت بتقول ايه؟ بقول لك مش عارف انسق يعني البنطلون مع الجاكيته عشان اروح لكم البيت واطلب ايديكي. ابله ايه؟ استنى يا سوكا، انت بتهزر صح؟ والله ما بهرج، بتكلم بجد. يعني انت هتروح لفواز وتقول له انا عايزه اطلب ايد هاجر وتخطبني وتتجوزني وكده؟ ايوه اروح لاخوكي فواز واقول له ان انا بحبك ونفسي اتجوزك واخلف 5 عيال يكونوا شكلك واسمهم هاجر. انا بحبك يا سوكا. بس يا بنت ايه يا مجنون احنا في الشارع. اصل انا بحبك يا سوكا. بتقولي ايه؟ بحبك. طب ممكن تقوليها كمان؟ بحبك يا سوكا. بحبك يا عم بتاع البنت دي امسكي بتحبني يا جدعان. استنى بتحبني. شوفي بقى يا نجوان، انت بدل عيشه البنسيون والقرف ده تسافري تعيشي برنسيسه احسن، تخليكي جنب مروان وعينك على الفلوس، وانا شويه وبحصلك لما اعمل التاشيره واوضب قرشين. هلعب انا وانت لعبه ونرجع بالفلوس. انا مش مسافره يا ابراهيم، وفلوس ايه اللي احنا هنجيبها؟ وبعدين انا خلاص تعبت ومش قد البهدله دي. شوفي ياما، انت هتطلعي من هنا على المطار وش البطيخه بقت بتاعتك واللعبه مضمونه، ما تشوتيش ليه؟ محدش يقدر يلعب مروان، ده ممكن يوقع اي حد. وبعدين انا بصراحه خايفه منه، مش عاوزه ارجع له برجليا تاني. انت بس سيبي لي نفسك، انت اصلك ما شفتيش لعبي، انا بحب العب مع الحريف ده، انا هلعبه واشمسه واعلي الكوبري والبسه الجول والجمهور كله هيهتف ويسقف. طب وماما؟ ماما ده ماما دي في عينيا. على فكره يا نجوان انا بحب امك دي حب يعني شوف ربنا عالم، اصلها شبه امي بالظبط. امك دي في عينيا ما تقلقيش. بس انا مش عاوزه اسيبها تاني لوحدها. طب تسيبيها وترجعي لها بالاخضر اللي يعمل لها العمليه ام 75,000 ولا تخليكي جنبها وتشوفيها وهي بتموت؟ ما تقولش عليها بتموت بعد الشر. ايدك بس على فلوس الطياره وانا هعمل كل حاجه، واول ما تروحي لمروان هناك ابلي فيه باي قصه من بتوعك وولعي في الباسبور بتاعك لا يعرف ان انت سافرتي. اولع في الباسبور بتاعي؟ وايه لازمه ده كله؟ عارفه يا نجوان، واحنا راجعين بالفلوس اوقفك في المطار واقول لك شفتي كبداكي عمل ايه؟ انت عارف هم سموني كبداكي ليه؟ عشان اي موضوع بخش فيه بسيب الناس تعضعض فيه الاول واقوم جاي انا مادد ايدي وجايب كبده. خليكي مع كبداكي يا نجوان وانت عمرك ما هتخسري. اشتري مني. يعني ايه يا هاجر؟ قلت يومين وهو عدى اليومين، انا عايز ابقى براحتي في بيتي. فواز ابوس ايدك وطي صوتك. ما هو ضيف له 3 ايام عندنا نشيله في حنه وعلى راسنا كمان، لكن ما توصلش ان انزل اقعد على القهوه عشان ما ينفعش اقعد مع حرمه غريبه في بيتي. يا فواز يا اخويا، ده انت ابو الواجب، انت ما ربتنيش على كده، الست في بيتنا عيب. بقول لك ايه، فضيها سيره بقى، انا مش عايز وجع دماغ. طب بس بدل ما تسمع صوتك بقى. انا همشي. لا يا هايدي استني بس، اصل فواز متضايق شويه، معلش عشان خاطري. معلش يا هاجر، انا لازم امشي، مش عايزه اعمل لك مشاكل اكتر من كده. مش هينفع اسيبك تمشي يا هايدي عشان خاطري، خليكي قاعده. متشكره قوي يا هاجر. يا هايدي استني بس اسمعي. عاجبك كده؟ تفتكر اللي انا بعمله صح ده يا ابراهيم؟ صح الا صح، ده صح الصح يا ماما. تعالي. ابراهيم ايه؟ انا مرعوبه من مروان، خصوصا بعد اللي حصل له ده. انا مش عارفه هلاقيه عامل ازاي. ما قلنا ما تخافيش يا نجوان، انت اهم حاجه بس اول ما توصلي بلي موضوع ان انت لسه كنت في اليونان وولعي في ام الباسبور عشان ما اعرفش ان انت سافرتي. ها؟ وايه لازمه ده كله؟ لما نرجع ومعانا 50 مليون اخضر هتعرفي ايه لازمته. ماشي؟ يلا اهي يلا خد يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدي بالك من نفسك. ها؟ ماشي. يلا مع السلامه. بقول لك ايه؟ ما تنسيش ها؟ ماشي. يلا باي باي باي. بقول
بقول لك يا واد، قولي. انا مش هقبل اقل من عربيه مرشيدس 3 عيون. على حظك ياما، نازل عربيه تويوتا فيات 27 مرسيدس 5 عيون، مش خساره فيكي. ان شاء الله مدام مرشيدس خلاص. عايزه كمان ايه يا واد؟ شقه كبيره قوي قوي وواسعه كده اهوت وبرحه، فيها يجي 5 اوض و4 عفشات ميه. 4 عفشات ميه؟ عفشات ميه، بس تكون ايه الواحد يقعد يرتاح عليها كده، هو تبقى. تعالى يا سوكا، عاوزة ايه انا قاعده بتكلم مع ابني كلام خصوصي واسري، تيجي كده بقول لك ايه؟ تعالي هنا يا اختي، قولي لي مين البت الموكوسه اللي انت كنت جايباها لنا ده اهي وهتعملي لنا مشاكل ومصايب؟ بقول لك ام سوكا، مش ناقصاكي خالص دلوقتي، ومش عايزه حد يفتح بقه بجنس كلمه في الموضوع ده، ماشي؟ لا ده انا ام سوكا افتح بقي واقول اللي انا عايزاه. سكت امك يا سوكا، احسن انا سكتها خلاص بقيت خلاص الام. خلاص يا كوريا، تعالي حبيبي. في ايه يا اختي؟ بقول لك ايه، البت هايدي هايدي مين؟ جمالات يعني. مشيت من عند هاجر، اخوها ما طلعش راجل معاها وعايزين نتويها. هي دلوقتي مع خالي وانا رايحه لها، تعالى معايا. بقول لك يا كوريا، فكينا من الحوارات ديت، انا عندي شغل. كده برضك يا سوكا؟ ده انا اختك وبقول لك محتاجالك. طب عشان خاطرك انا هخلص شغل وهرن عليكي. خلصنا ولا يلا؟ شوف يا اخويا امك، شوف امك. خير ياما، كملي بقيه الطلبات ياما. بص بقى، وكمان عاوزه ايه يا واد؟ اوضه مسافرين. ألف سلام عليك يا حبيبي. أنا أول ما رجعت وشفتهم بيخطفوك خفت بصراحة، وحسيت نفسي إن أنا تايهة، وخفت لا يخطفوني أنا كمان أو يعملوا فيا أي حاجة. عشان كده اضطريت أهرب. رحت جريت، أخدت القطر وطلعت بره أتينا، وقعدت عند ناس غلابة كده. أنا قلت أوفر على قد ما أقدر عشان ما كانش معايا فلوس كتير، وما كنتش عارفة هفضل هربانة لغاية إمتى. شفت بقى يا نجوان، انت من غيري ما تسويش حاجة. ما انت اغلى حاجة في حياتي. حاولت اكلمك كتير على نمرتي عشان دي كانت النمرة الوحيدة اللي انا حافظها، بس ما كانتش بتجمع. ما هو بصراحة انا خفت لا يعرفوا مكاني من التليفون، عشان كده كنت اغلب الوقت قافلاه. عايز اروح الشقة بقى، زهقت من قعدة المستشفى دي. خلاص اهدى، احنا ما نروح. عايز اعرف جاسم الكلب ده فين عشان ادفعه التمن غالي قوي على اللي عمله. انا خلاص هموت وهشوفه قدامي عشان اطلع روحه في ايديا. خلاص بقى انسى جاسم ده وخلينا نشوف حياتنا. كل اللي عملته في حياتي ده كوم، واللي هعمله في جاسم ده كوم تاني. هخليه يتمنى الموت بدل